أعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي عن قراره بتوجيه نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد لشغل مركز الظهير الأيمن في مباراتي المغرب القادمتين أمام الغابون وليسوتو ضمن تصفيات كأس أفريقيا 2025. جاء هذا الإعلان خلال الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب المغربي، حيث أكد وليد الركراكي أنه يرغب في رؤية مزراوي يلعب في مركزه الطبيعي بعد أن جربه في عدة مراكز أخرى خلال الفترة الماضية. وأشار وليد الركراكي إلى أن مزراوي قدم بعض التضحيات من أجل الفريق، ولهذا السبب قرر منحه الفرصة للعب في مركزه المفضل. هذا القرار من شأنه أن يؤثر على مركز أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، والذي اعتاد على اللعب في مركز الظهير الأيمن مع المنتخب. فمع دفع مزراوي في هذا المركز سيضطر حكيمي للعب في مركز جديد، سواء كان الجناح الأيمن أو الظهير الأيسر. مصادر مقربة من الجهاز الفني للمنتخب المغربي كشفت أن الركراكي يفكر في تجربة حكيمي في مركز الجناح الأيمن، وهي تجربة جديدة بالنسبة للاعب. كما أشارت هذه المصادر إلى إمكانية إعادة حكيمي إلى مركز الظهير الأيسر، وهو المركز الذي سبق أن لعبه تحت قيادة المدرب السابق هيرفي رينارد. الهدف من وراء هذا التغيير هو منح مزراوي الفرصة لإظهار كامل إمكانياته في مركزه الطبيعي، بينما يسعى الركراكي إلى إيجاد أفضل الحلول لدمج حكيمي في التشكيلة الأساسية. ويبقى السؤال المطروح: هل سيؤثر هذا التغيير على أداء المنتخب المغربي؟ وهل سيجد حكيمي صعوبة في التأقلم مع مركزه الجديد؟ الجماهير المغربية تنتظر بفارغ الصبر لمعرفة التشكيلة النهائية التي سيخوض بها المنتخب مباراتي الغابون وليسوتو، وكيف سيؤثر هذا التغيير على أداء أسود الأطلس.